في أواخر تسعينات القرن الماضي اتولدت في مصر فكرة غريبة وشيطانية اسمها السينما النظيفة، وما تفهمش بالظبط ايه اللي كان غرضهم، يعني ينظفوه جودة الصورة ولا الأفكار ولا ايه بالظبط. لكن اللي حصل إنها كانت مجرد محاولة لتلميع القبح وتغليفه بعدة أقنعة، متدين كده شوية على لطيف وأخلاقي بلا وجود أخلاق وجهل بفكرة الأخلاق من الأساس، في وقت كان فيه التلميح أجرأ من المواجهة، والسطحية بقى اسمها براءة. اتملت الشاشات بأفلام بتحكي عن الحب بس من غير حب، وعن الأخلاق من غير أي إحساس. الناس كانوا فاكرين إنهم كده بيطهروا السينما، بس هم في الحقيقة كانوا بيخنقوا روحها وبيخربوها. ورغم كده، وسط الزحمة البلاستيكية دي طلعت أصوات قليلة متمردة بتحاول تتنفس. أفلام مخافتش من الضلمة، دخلت جواها تدور على نور حقيقي، وكانت بتوصف القبح من غير ما تزينه. ما رفعتش شعار الطهارة ولا الفضيلة الكدابة، دي رفعت مراية في وش المجتمع وقالت له بص، ده انت من غير مكياج. يا سلام، بصورة جمالية خاصة وإخراج يخطف عين المتفرج بانبهار، وبعناصر فنية شبه متكاملة. 25 فيلم على مدار 25 سنة قاوموا التصنع والنمطية، وحاولوا يقولوا كلمة صادقة بلغة رمزية وصورة بصرية تشبه الحلم أحيانا أكتر من الإعلان. القايمة دي مش الأفضل بس، دي خريطة صغيرة لروح رفضت تتباع تحت مسمى السينما النظيفة. وعلى مدار السنين الأفلام دي ما كانتش مجرد مشاهد بتتنسي بعد الفيلم ما يخلص، دي كانت رسائل مكتوبة على جدران الزمن، محفورة جوه عقلنا، بتحكي عن خوفنا ويأسنا ودهشتنا وغضبنا وكل حاجة جوانا، وعن اللحظات القليلة اللي صدقنا فيها إننا لسه أحياء وسط الأحياء. حلوة المقدمة، عجبتك؟ مش كده مش كده مش كده مش كده صح؟ ماشي، كمل الفيديو. ندخل بقى على القايمة بتاعتنا. مواطن ومخبر وحرامي. في زمن ما بعد الانفتاح بتبدأ قصتنا، حكاية مش عن الحب ولا عن السياسة ولا حتى عن الجريمة، دي حكاية عن الإنسان لما يتحشر ما بين 3 مرايات، المواطن والمخبر والحرامي. كل واحد فيهم انعكاس مشوه للتاني، وكلهم في الآخر انعكاس لبلد بتتبدل بسرعة لكن من غير ما تتغير بجد ولا تتعدل. داود عبد السيد بيرسم لوحته العبثية الأجمل في مشواره الفني، لوحة عن الفن والسلطة، عن الجمال والقبح، عن التدين اللي من غير روح، وعن الأخلاق اللي بلا أخلاق، والقيم الهشة المزيفة. العالم هنا كله شبه واقعنا، أو يمكن إحنا اللي واقعنا هو اللي بقى شبه العبث. نهاية مريحة يمكن، بس الراحة دي مش خلاص، دي هروب، هروب من سؤال ملوش إجابة. من حياة للأسف كلها بتلف حوالين نفسها. في وسط سنة كلها أعمال بلاستيكية تحت وطء الشعار اللي قلنا عليه بيخرج ديل السمكة، علشان يعبر عن حالة المجتمع المصري في بداية الألفينات عن طريق ديل سمكة، موظف الطبقة المهمشة اللي بيعيشوا عمرهم كله بيجروا وما بيوصلوش لأي شيء علشان بيجروا في مكانهم. الفيلم تشريح كامل للمجتمع بس بوجهة نظر تانية، من عيون سمير سيف وقلم وحيد حامد بتخرج التحفة التانية في قائمتنا، ديل السمكة. مش بس حكاية عن موظف غلبان، دي مراية لجيل كامل اتولد في الهامش ومات فيه من غير ما يعرف هو كان بيحلم بإيه. تحفة بتفكك وهم الصعود والوصول والراحة اللي مش هتيجي غير بطرق معينة. فيلم بيفكرنا إن الهزيمة مش دايما سقوط، أوقات كتير بتكون روتين بيحصل كل يوم ومحدش واخد باله. وفي وقت كانت فيه الشاشات بتخاف، خرج فيلم بحب السيما كأنه بيكسر الصمت وبيحكي لنا حكاية ظريفة. عن إيه يا ترى؟ مش بس فيلم عن عيلة مسيحية في منطقة شعبية ولا عن طفل بيحب الصور المتحركة، ده فيلم عن كل حاجة في الحياة، عن الشغف، عن الحلم اللي بيتولد وسط الخوف، عن الإنسان لما يقرر يحب رغم القيود، عن الأسرار اللي بتكتر مع الكبت، عن الحرام اللي بيتغير مع الزمن. أسامة فوزي بيقدم حالة مش بس فنية لكنها روحية، كل مشهد فيه بتشم ريحة البيوت القديمة والطفولة والدين والذنب والضحك المكسور. بحب السيما فيلم عن الحياة اللي رغم كل حاجة لسه تتحب. وفي عز اللحظة اللي كان فيها الخوف والضحك ماشيين جنب بعض في خطين متساويين، خرج علينا محمد أمين بفيلمه الجريء ليلة سقوط بغداد. فيلم بيكلمك عن الغزو الأمريكي للعراق، بس مش من قلب الحرب، من قلب بيت مصري عادي جدا. العبقرية هنا إن أمين استخدم الكوميديا علشان يفضح الرعب اللي جوانا كلنا،
ضحكك على وجعك وخلى الناس تشوف الجنون اللي بنعيشه بشكل مختلف. الناس في الفيلم مش أبطال ولا مقاومين، دول ناس تايهة بتحاول تفهم إزاي العالم قلب فجأة كده، وإزاي الكرامة بقت نكتة، وإزاي الخوف بقى جزء من يومك العادي، وإزاي مش عارفين نعيش حياتنا الطبيعية. ليلة سقوط بغداد كان أقرب لكابوس مضحك، فيلم بيضحكك بس بيخليك مع كل ضحكة تقول يا نهار اسود. هو مش بس عن سقوط عاصمة، ده عن سقوط الإحساس بالأمان عند كل واحد فينا. خالي من الكوليسترول، وانت خالك بقى منين؟ من أفضل أفلام الكوميديا في القرن 21، ومن أفضل أفلام سنته بعد ليلة سقوط بغداد على طول تاني يمين. فيلم ساخر بجد، والسخرية اللي فيه بتبقى حقيقية وبيور، مش عن الشكل والوزن واللون زي أغلب أفلام الكوميديا اللي معروفة بيها السينما المصرية. لا، كوميديا سودا بجد، عن استغلال الإنسان في عجلة العمل بشكل غير آدمي، عن الإعلام المزيف والإعلانات الكذابة والخداع والنصب و الفيلم جريء جدا وطالع من فنان بجد، محمد أبو سيف ابن المخرج العظيم صلاح أبو سيف. كان ليه كذا فيلم في أول الألفينات، بس للأسف ما نجحوش لأنهم كانوا سابقين لعصرهم ويمكن ما تفهموش أصلا، وده أفضلهم بالنسبة لي. 2006 سنة كانت مليانة بأفلام كويسة ومعلقة معايا ومعاكم لحد الآن، بس أنا اخترت الأكمل فيهم، والأجمل بالنسبة لي هو ده، ملك وكتابة. في الزمن اللي فيه كسر في المعنى واختلاف جذري ما بين جيلين، بيجي ملك وكتابة. مش فيلم عادي بيتكلم عن قصة حب تقليدية ولا عن الاختلاف ما بين الجيل القديم والجديد، ده مواجهة ما بين وجهين لعملة واحدة. جيل شايف الدنيا انضباط وقيم، وجيل تاني شايفها سؤال وتمرد. محمود الأستاذ الجامعي اللي حافظ المبادئ كأنها آخر ما تبقى من الزمن الجميل، يقابل هند ممثلة شابة صاعدة وحالمة وبتضحك على كل ده، لكن في عينيها بيشوف الحقيقة الكاملة، شبابه اللي ضاع ورا الخوف المستمر، وفي عينه هي بتشوف نضج كانت فاكراه مات. الفيلم مش عن الحب، لكنه عن الحنين للحب اللي ملوش غاية، حب أفلاطوني نقي مستحيل ومليان وعي. كاملة أبو ذكري بتحطنا قدام مراية وبتقول لنا إن نصنا ملك خايف ونصنا كتابة حر، ولو واحد فيهم غلب التاني الإنسان بيفقد قيمته. ملك وكتابة فيلم عن التوازن، لما القلب والعقل يقعدوا يتكلموا بهدوء مع بعض في عز العاصفة ويطلعوا لنا بالحل. وعلى ذكر الوجهين لعملة واحدة، وعلى نفس وتيرة السنة اللي قبلها بتيجي 2007 برضو، مليانة بأفلام كويسة جدا، بس الأفضل بالنسبة لي ده عجميستا. واحد من الأفلام القليلة اللي بتحاول تفهم البني آدم ليه مش راضي بحياته. عز الراجل اللي عنده كل حاجة، فلوس، عربية، بيت حلو وزوجة كويسة، بس جواه فراغ ما بيتسدش، رايح يدور على نفسه في شاليه قديم في العجمي. يمكن الهدوء ده يطلع منه الكاتب اللي مقتنع انه جواه، بس بدل الهدوء والصمت والراحة بيقابل هيبة، او زي ما بيتنادى شجلوف، ولد من طبقة تانية خالص، عايش بالبركة، حياة كلها دوشة ودوامات ومغامرات وتجارب، بس برضه مش لاقي نفسه. الاتنين بيتقابلوا في نص المسافة ما بين الطبقتين، أو ما بين حياتين، بين اللي عنده حاجات كتير ومش سعيد، واللي ما عندوش حاجة وبرضه مش سعيد. وفي الآخر نكتشف إن هما الاتنين شخص واحد، نفس الروح، بس اتقسموا نصين، نص عاش الرفاهية لحد الانطفاء، ونص عاش الفقر لحد الاختناق، وإن الاتنين دايما حاسين إن حياتهم ناقصة حتى لو تبادلوا الأماكن. عجميستا فيلم هادي بس تقيل، بيتكلم عن الملل، عن الزهق من كل حاجة، وعن السؤال اللي كل واحد فينا بيهرب منه، وهو هو أنا بعمل إيه هنا؟ أو هو أنا بعمل كده ليه أصلا؟ تجربة حقيقي استثنائية وفريدة من نوعها، وفي تاريخ المخرج بتاعها تقريبا ملوش فيلم غير ده، يستاهل وبكل جدارة يدخل القايمة بتاعتنا. وفي وسط ما الناس كلها كانت بتزعق علشان تتحس، يسري نصر الله اختار يهمس وعمل فيلم جنينة الأسماك. فيلم ما فيهوش أحداث بالمعنى التقليدي، بس مليان أحاسيس كتير وكل إحساس فيهم عكس التاني. القاهرة في الفيلم شبه الجنينة نفسها، شكلها مفتوح بس كلها أسوار، والناس اللي جواها شبه الأسماك بالظبط، بيتحركوا بيتكلموا بيتنفسوا، بس محدش فيهم حر. هند صبري بتسمع أسرار الناس كل يوم في الراديو، وعمرو واكد بيقابل نفس الشيء برضه كل يوم كطبيب مخدر، ولكن الاتنين مش قادرين يسمعوا نفسهم. يسري نصر الله بيقولك ببساطة إننا بقينا عايشين في مجتمع مليان أصوات بس كلها فاضية من المعنى، وفي الآخر يسيبك تسأل نفسك،
هل انت فعلا عايش وسط الناس ولا بتتنفس معاهم في نفس الحوض؟ إبراهيم الأبيض مش مجرد فيلم أكشن عادي، دي ملحمة اتكتبت بالدم مش بالحبر. مروان حامد والسيناريست صاحب العمل الواحد عباس أبو الحسن ما عملوش فيلم عن البلطجة، الفيلم عن العشق والكرامة لما تتحاصر، عن إنك تتولد في الطين وتحاول تتعايش مع الوسخ، ولو خرجت منه هو مش هيخرج منك. إبراهيم مش بطل، ده جرح ماشي على رجلين، كل ضربة بياخدها بتخليه يفهم الدنيا أكتر، وكل طعنة بتقربه من نهايته اللي كان عارفها من الأول. المدينة في الفيلم شبه غابة من نار، فيها قانون واحد بس: عيش وما تغلبش. الصورة كأنها لوحة من دخان ودم، والمزيكا بتنفخ روح في كل مشهد، والحوارات تقيلة جاية من قلب الحارة ومن وجدان الناس اللي فقدت الأمل بس لسه بتقاوم. إبراهيم الأبيض هو شرخ الطفولة، هو أنا ليه كاتبها الكفولة؟ ما علينا. والحياة المريرة والغدر اللي ملوش أهل، وفي الآخر لما بيقف لوحده في مواجهة الدنيا كلها بيخسر كل حاجة رغم قوته، مش لأنه قوي أو مش لأنه أقوى، لكن لأنه اختار يموت واقف. رسايل البحر، فيلم كده تحس إن هو حلم بيتحرك بيك بهدوء على شط اسكندرية، وكل موجة فيه شايلة سر شكل. داود عبد السيد بيرجع تاني يحكي عن الإنسان اللي مش قادر يفهم نفسه، عن الوحدة اللي جوه الزحمة، وعن الكلام اللي مش دايما بيتقال بصوت. يحيى الطبيب اللي فاقد قدرته على الكلام بطريقة سليمة بيحاول يسمع العالم بطريقته، بيهرب من المدينة اللي حاسس فيها بغربة طول الوقت، وبيرجع لآخر وأول مكان كان لاقي فيه نفسه زمان. جايز يلاقي نفسه تاني، وبيلاقي في البحر وطن مؤقت، بحر بيسمع أكتر ما بيتكلم. كل رسالة في الفيلم مش مكتوبة على ورق، مكتوبة بنظرة، بخوف، بارتباك، وبحنين للحياة اللي كانت ممكن تبقى أبسط من كده. الإسكندرية في الفيلم مش مكان، دي حالة رمادية حزينة لكنها دافية، زي الإنسان لما يكون تايه بس لسه عنده أمل بسيط إن الموجة الجاية توصله لحاجة، زي أنا كده بالظبط. في النهاية رسائل البحر مش عن البحر، ده عن اللي جوانا إحنا، عن الرسائل اللي محدش قراها واللي يمكن كانت سبب نجاتنا في لحظة كنا بنغرق فيها. من نفس السنة وفي نفس المدينة اللي البحر فيها بيحكي أسرار الناس، بيخرج لنا أحمد عبد الله تحفته الهادية المتمردة، مايكروفون. فيلم بيتنفس اسكندرية، بس اسكندرية تانية خالص، مش بتاعة يحيى، دي بتاعة الشباب اللي بيرسموا على الحيطان وبيغنوا في الشوارع وبيحاولوا يقولوا احنا هنا في بلد مش سامعاهم اصلا. خالد ابو النجا راجع من الغربة يلاقي نفسه غريب اكتر وهو في بلده، بيتعرف فيها على جيل جديد بيحاول يصنع فن حقيقي وسط مدينة بتتهدم من جوه. مغنيين راب، فنانين جرافيتي، بندات محدش يسمع عنهم غير 2 3 أو صناعها بس، ناس مش لاقية مساحة. فيلم عن الجيل اللي صوته اتكتم فاضطر يعمل ميكروفونه بنفسه. أحمد عبد الله ما بيعملش فيلم تقليدي، هو بيصور نبض. اسكندرية هنا بقت مشهد مفتوح، الكاميرا بتهوى، بترقص، بتتنفس حرية يا جماعة. في فوضى كده جميلة جوه الفيلم، زي روح الشباب اللي مش عايزين يبرروا وجودهم لحد. في الآخر ميكروفون مش عن الموسيقى، ده عن اللحظة اللي تقرر فيها تتكلم حتى لو محدش بيسمعك، عن مدينة بتحاول تخلق فن وسط الصمت، وعن جيل بيحارب علشان يسيب أثر بجد، ولو حتى على حيط البحر بيعمل المستحيل علشان يخرج من حوض السمك. ومن نفس السنة اللي بيطلع فيها ميكروفون ورسائل البحر ظهر كمان فيلم 678، واحد من القليلين اللي واجهوا القبح في وشه واتكلم بصراحة عن التحرش كواحد من أوحش وأوسخ الأفعال البشرية. الفيلم ما كانش بيحاول يجمل ولا يبرر، كان بيقول الحقيقة زي ما هي. مجتمع كامل بيتجاهل وجع الست وبيتعامل مع الألم كأنه شيء عادي. محمد دياب هنا ما قدمش حكاية عن الضحية، قدم حكاية عن المقاومة، عن لحظة الانفجار اللي بتحصل لما الظلم يزيد عن طاقته. 678 فيلم صادق، موجع وضروري، مش لأنه ناقش قضية لكن لأنه لمس الجرح من غير ما يغطيه، وهو ده اللي احنا محتاجينه طول الوقت علشان نحس إن في جرح حقيقي، المهم نعالجه مش نخدره. يخلص العقد الأول من القرن 21 ونخش على اللي بعده، عصر الثورة وما بعد الثورة، يعني المعمعة كلها. 18 يوم. الفيلم ده شبه توثيقي، مش كامل فنيا وفي أنضج منه، لكن يحسب له سرعة التوثيق. صادق لدرجة الوجع. فيلم بيحاول يرسم لحظة من تاريخنا، مش بالكاميرا بس لكن بالنبض اللي كان في قلب الشارع،
الفيلم مش بيتجمل ولا بيحاول يقولك الثورة كانت كده أو كده، هو بيشممك ريحتها، ريحة الغاز والدم والخراب، والناس اللي كانت تايهة وبتجري ومش عارفة رايحين على فين ولا ايه اللي هيحصل بكرة. كل لقطة فيه كأنها بقعة من الذاكرة، مش مترتبة بس حقيقية جدا. 10 قصص كانت كل واحدة فيهم بتقول حاجة على الأقل. هو ايه اللي بيحصل؟ يمكن عناصره الفنية ناقصة، لكن إحساسه كامل، بيخليك تحس بقسوة الزمن ده، بالحيرة، بصوت الآلاف اللي كان بيصرخ علشان يتسمع لأول مرة. الفيلم مش بيقدم إجابات، هو مجرد صدى لفترة لسه ما خلصتش جوانا، ولسه بنحاول نفهمها بعد سنين من التيه. من سنة 2013 اللي السينما كانت فيها بتحاول تبقى موجودة وتقدم شيء، بيطلع لنا فيلم فيلا 69. فيلم بتشم فيه ريحة الموت لكنه بيتكلم عن الحياة. أيتن أمين بتبص على البطل اللي لعبه خالد أبو النجا مش كراجل بيموت، لكن كحد بيكتشف إن الحياة اللي فضل يهرب منها هي اللي كانت مستنياه. الفيلم تقدر تشوفه من كل الزوايا، وكأنه بيتكلم عن اللي جه في بالك بالظبط. الفيلا اللي كان قافلها على نفسه بقاله سنين بتتحول لمراية لروحه، فيها ناس بترجع وضحك بيتخلق وسط الخوف وذكريات بتفك عزلة طويلة. الفيلم كمان كأنه بيقولك رغم كل شيء والآخر يوم في حياتك لسه في ناس محتاجاك وانت محتاجهم. تحس كده ان الفيلم كله شبه النفس الأخير قبل الوداع، هادي بسيط بس بيوجعك في حتت مش واخد بالك منها. وفي الآخر تكتشف ان فيلا 69 مش فيلم عن نهاية الحياة، ده فيلم عن بدايتها الحقيقية. ومن نفس المخرج اللي عمل ليلة سقوط بغداد، محمد أمين يرجع لنا في 2013 بفيلم فبراير الأسود، بس المرة دي الكوميديا السوداء وصلت لأقصى حالتها. الفيلم بيحكي عن علماء مصريين فقدوا إيمانهم بإن العلم بتاعهم يتقدر وإن ليهم قيمة حقيقية في المجتمع العجيب ده، فقرروا يحاولوا بشتى الطرق إن يبقى لهم قيمتهم الخاصة. محمد أمين هنا بيكمل خط السخرية المرة، الضحك اللي طالع من وجع، ويسأل سؤال بسيط بس مؤلم: هو احنا ليه دايما بنتريق على مصيبتنا بدل ما نحلها؟ فبراير الأسود مش فيلم سياسي ولا وعظي، ده فيلم عن الإحباط الجمعي اللي بنعيشه، عن الطبقة المثقفة اللي فقدت إيمانها بالمنطق، وعن بلد بقت تضحك علشان ما تعيطش. فيلا 69 كان عن عزلة شخصية، إنما فبراير الأسود عن عزلة جماعية، نفس الوجع بس بصوت أعلى وطبقة ضحك أمر. أحمد عبد الله رجع تاني يحكي لنا حكاية، بس المرة دي بلغة الأبيض والأسود، وقدم لنا ديكور. فيلم شكله كلاسيكي لكن جواه دوامة نفسية بتسحبك واحدة واحدة. الفيلم بيتكلم عن مها، مصممة ديكور بتبدأ تخلط ما بين الواقع والخيال، بين الحياة اللي عايشاها والحياة اللي كان ممكن تعيشها. الفيلم معمول كأنه حلم مش مفهوم نهايته، كادره هادي والإضاءة فيه ناعمة لكن الإحساس خانق، تحس كده إنك أنت محبوس معاها جوه الحلم، مش عارف دي حياتها ولا فيلم هي بتصممه. احمد عبد الله هنا بيلعب لعبة ذكية جدا وبيسألك من غير ما يقولها صراحة: هو احنا فعلا بنختار حياتنا ولا حد بيرسمها لنا واحنا بس بنكمل الديكور؟ ديكور فيلم بيخليك تمشي على الحافة بين السينما والحلم وتخرج منه مش فاكر ايه اللي كان حقيقي وايه اللي بس فاكر الاحساس اللي سابك بيه، وكفاية انه ساب فيك اثر. ومن سنة 2015 بتدخل هالة خليل بفيلم نوارة، فيلم صغير في شكله بس ضخم جدا في إحساسه، من الأفلام اللي اتكلمت عن الثورة بس بشكل ولون مختلف. القصة عن بنت بسيطة منة شلبي في واحد من أنضج أدوارها، شغالة عند عيلة غنية في وقت حدوث الثورة، شايفة الحلم من بعيد وحاسة إنها خلاص هتلمسه، لكن الفيلم بيكسر الحلم ده قدام عينيك وبيفكرك إن الثورة الحقيقية مش في الشارع، دي جوه كل واحد فينا. نوارة فيلم عن الأمل المكسور، عن الطبقة اللي صدقت إن التغيير جاي وبعدها رجع كل شيء زي ما كان بس الوجع بقى أعمق. هالة خليل صورت الفيلم بلطف من غير خطب ولا شعارات، خدت الواقع زي ما هو: تراب، عرق، وقلوب لسه بتحاول تصدق. نوارة مش مجرد حكاية عن بنت فقيرة، دي مرثية جيل كامل كان فاكر إن في فجر جديد طالع، إن فجر جديد إن فجر إن فجر جديد طالع، واكتشفت في الآخر إنه نفس الليل بس بلون مختلف. ومن نفس السنة اللي خرجت منها نوارة جه فيلم أسوار القمر، تجربة سينمائية غريبة فيها طموح كبير وأسلوب غير مألوف في السينما المصرية، والغريب إنه اتعمل صح. الفيلم كان محاولة حقيقية للعب على أرض جديدة، سينما الخيال والغموض والأسطورة،
ودراما نفسية، كل ده في آن واحد. القصة بتبدأ من لحظة فقدان الذاكرة، والبطل الحقيقي هنا مش الشخصيات بل الزمن والذاكرة. منى زكي هنا بتلعب دور امرأة بتفقد ذاكرتها بعد حادثة، وبتبدأ تحاول تفكك حياتها القديمة قطعة ورا التانية لحد ما تكتشف إن حياتها كلها كانت مليانة أقنعة، حب، خيانة، وطموح رايح ناحية الهاوية. الفيلم بيحاول يقول إن الإنسان أوقات مش محتاج يبدأ من جديد، هو محتاج ينسى علشان يعيش. لكن المأساة إن الذكريات اللي بتحاول تهرب منها بتفضل جواك زي صور محروقة مش عايزة تختفي. من ناحية الإخراج، طارق العريان قدم فيلم متصور بعين مختلفة. زوايا الكاميرا كانت بتخليك تحس إنك جوه دماغ البطلة نفسها، تايه مش فاهم إيه الحقيقة ومين اللي صح ومين اللي غلط. وده كان أجمل ما في التجربة. فيلم ممكن يكون بيغلط بس بيغلط وهو بيحاول. في النهاية أسوار القمر مش فيلم مكتمل، لكنه فيلم كان عايز يقول كتير عن الهوية، عن الذاكرة، وعن الإنسان اللي بيحاول يهرب من نفسه فيقع فيها أكتر. ومن سنة 2016 وسط موجة أفلام كانت بتحاول تلحق الواقع أو تزوقه، جه فيلم اشتباك إخراج محمد دياب، وقرر يقفل علينا كلنا عربية الترحيلات. الفيلم مش بس تجربة سينمائية عظيمة، ده كابوس سياسي وإنساني متصور في 2 متر مربع. من أول مشهد الكاميرا جوه العربية وإحنا جوه معاهم، مفيش هروب، مفيش أفق، مفيش حتى هوا كفاية. الناس اللي جوه بيمثلوا كل أطياف مصر بعد الثورة، حزب إسلامي وعساكر وشباب ومصورين وناس ملهاش في السياسة أصلا. لكن مع الوقت الجدران دي بتدوب، وبيبان إن الكل في النهاية مضغوط بنفس الخوف. اشتباك فيلم بيتكلم عن البلد من غير ما يرفع لافتة سياسية واحدة، كل لحظة فيها وجع الوطن والارتباك الجمعي اللي جوه كل مصري وقتها. محمد دياب ما خدش صف حد، هو حطك جوه المأزق نفسه وسابك تواجه نفسك. انت مين؟ واقف في صف مين؟ وبتخاف من ايه؟ إضاءة الفيلم شبه العتمة اللي كنا عايشينها، والكاميرا بتتنفس بالعافية كأنها بتحارب علشان تفضل شايفة. ده مش فيلم ممتع، لكنه فيلم لازم تشوفه، لأنه مراية لحالة نفسية جماعية ما اتفهمتش لحد النهاردة. وفي الآخر اشتباك كان زي صرخة من جوه الزجاج المقفول، مش علشان يسمعها حد، لكن علشان نفتكر إننا كنا وما زلنا جوه سوا. ومن سنة 2016 برضو، ومن وسط الأفلام اللي بتحاول تكبل الثورة بشعارات جاهزة، طلع لنا آخر أيام المدينة لتامر سعيد، تجربة شبه حلم تأملي قبل الكابوس السياسي الكامل. الفيلم مش بيتكلم عن الثورة نفسها، لكنه بيشوفها من بعيد، من قلب القاهرة اللي بتنهار من جوه، المدينة اللي شكلها محفوظ في أحاديث الناس والأزقة والحارات، وفي لوحات الحياة اليومية اللي الناس بتعدي عليها من غير ما تبص. خالد بطل الفيلم مخرج بيحاول يوثق القاهرة، يصورها كما هي، مزدحمة مش فارقة لحد غريب، مليانة تاريخ وبهجة لكنها باهتة، وصوت مذيع في الراديو، ووشوش الناس اللي بتحاول تلم شملها وسط الخراب. المسألة مش إن الفيلم جميل بصريا بس، رغم إن جمالياته قوية، التصوير، الإضاءة، تفاصيل الصوت، حس المكان، المونتاج، لكن العمق الحقيقي إنه بيقدم إحساس بالتيه الجماعي. الشخصية مش بتفقد بيتها أو سكنها بس، دي بتفقد بعد كبير جدا من ذاتها، من الزمن، من القدرة على الحلم، من كل شيء حواليها بيحولها للأسوأ. الحكاية اللي بتتردد في الفيلم مش مترابطة بالكامل، وفيها فراغات وفيها مشاهد مجهولة اللي بتخنقك شوية بشوية. كل خيط من الخيوط، الأم المحتضرة، السكن اللي مش لاقيه خالد، علاقاته اللي بتتفتت، المدينة اللي بتتقزم. بيشتغل مع أصحابه علشان يخلي الفيلم يبقى مراية لحالة مصر، وأيضا أي مدينة عربية بتعيش يوم ما قبل الانفجار، علشان يحاولوا يفهموا هو إيه اللي بيحصل بالظبط. وفي الآخر، آخر أيام المدينة مش فيلم للمنظر، ده فيلم للصورة، مش علشان تحبه بس، لكن علشان تتكلم مع نفسك بعد ما تطفي الشاشة وتسأل إمتى كانت الأيام دي؟ وهل انتهت؟ ولا خلينا نخش على اللي بعده. أيوة كده فوق. ومن بعد الاختناق والزنزانة بتيجي 2017 بفيلم أكثر دفئا وغرابة في نفس الوقت، علي معزة وإبراهيم. تجربة تبدو بسيطة لكنها محملة بمعاني روحانية وإنسانية عميقة. الفيلم إخراج شريف البنداري، عن قصة لإبراهيم البطوط، وبيحكي رحلة ولد اسمه علي بيحب معزة، أنا آسف، اسمها ندى. لكن تحت السطح الفيلم مش عن الحيوان ولا عن الجنون، هو عن الوحدة والفقد والبحث عن معنى والحب والإيمان وسط الضجيج.
علي بيشوف إن المعزة هي الشيء الوحيد اللي فاضله، وإبراهيم بيسمع أصوات بتعذبه من جواه. الاتنين مكسورين وكل واحد شايل وجع خاص بيه، لكن الرحلة اللي بيخوضوها سوا بتخليهم يكتشفوا إن الشفاء مش في الهروب، بل في إنك تشارك وجعك مع حد تاني. علي معزة وإبراهيم فيلم عن الحب في أنقى وأغرب أشكاله، عن الإيمان اللي مش لازم يكون ديني بالضرورة، وعن الجنون كطريقة تانية للفهم. المزيكا الساحرة لأحمد الصاوي والتصوير اللي بيحول القاهرة وسينا وساحل البحر إلى خريطة روحية بيخلوك تحس إنك في رحلة علاجية للعقل والروح. وفي الآخر الفيلم بيقولك إننا كلنا زي علي معزة وإبراهيم، بنحاول نلاقي سلامنا وسط دوشة العالم، ويمكن نلاقيه في أبسط الكائنات وأغربها حكايات. ومن نفس سنة 2017 برضو بيجي فيلم الشيخ جاكسون، الفيلم اللي ما ينفعش تصنفه بسهولة، لا هو ديني ولا موسيقي ولا حتى درامي بالشكل التقليدي. هو رحلة جوه عقل إنسان تايه ما بين حاجتين: الروح، الجسد، الإيمان والشهوة، الندم والحنين. الفيلم من إخراج عمرو سلامة وبطولة أحمد الفيشاوي، وبيحكي عن شيخ. هو انا اللي حاسسني مذيع في ايه؟ اتكلم عادي. الفيلم من اخراج عمرو سلامة وبطولة احمد الفيشاوي، وبيحكي عن شيخ بيتشقلب عالمه لما بيسمع خبر وفاة مايكل جاكسون اللي كان في مراهقته مثله الاعلى. ومن اللحظة دي بتبدأ حرب صامتة جواه بين الشيخ اللي بقى والولد اللي كان. كل مشهد في الشيخ جاكسون بيحاول يفك طبقة من الخوف من الماضي ومن الذنب ومن نظرة الناس ومن فكرة انك تكون شخصين في نفس الوقت. واحد مش عارف يركز في التلاوة والتاني بيرقص على أغاني مايكل جاكسون. عمرو سلامة بيقدم الحكاية دي من غير ما يعظ ولا يسخر، بيخليك تشوف نفسك جوه الشيخ، لأن كلنا جوانا جاكسون صغير، جزء كان بيحلم واتكسف من الحلم ده بعدين. الجميل في الفيلم بس مش فكرته، لكن في طريقته في تصوير الصراع النفسي كأنه كابوس راقص. ألوان باهتة، موسيقى مش مظبوطة على المشاعر، كأن كل حاجة بتتحرك ضدك وانت بتحاول تلاقي توازنك من جديد. وانا اللي بغني راب. وفي الاخر الشيخ جاكسون بيقولك ان التوبة مش دايما عن الذنب، احيانا هي عن كرهك لذاتك القديمة، وان التصالح مع نفسك اهم بكتير من رضا الناس ومن كل شيء. من سنة 2017 برضه بيطلع فيلم زهرة الصبار لهالة القوسي، فيلم بسيط في شكله لكن تقيل جدا 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 في إحساسه. 3 شخصيات مفيش بينهم شبه غير إنهم كلهم مطرودين من بيت، من طبقة، من حلم. الفيلم ده مش عن الرحلة اللي بيمشوا فيها في الشوارع، لا، ده عن الرحلة اللي بيمشوا فيها جوه نفسه. كادر ورا كادر بتحس إن القاهرة بتتنفس بصعوبة، صوت عربيات، هدير الناس. ايه هدير الناس دي؟ هدير عبد صمت بيخوفك. هالة القوسي مش بتصور مدينة، بتصور روح بلد تايهة بين الزحمة والوجع. زهرة الصبار فيلم ما بيحكيش حكاية، بيحكي إحساس عن ناس بتدور على بيت، على حضن، على لحظة أمان ومش لاقيه. فيلم صغير بس صادق، بيوجعك من غير ما يزعق، ويفكرك إن اللي بيعيش في القاهرة لازم فعلا يبقى صبار. مشاهد الأحلام في الفيلم ده حاجة كده فوق الخيال، يعني ما بص هتحب الفيلم بسببها. ومن قلب القاهرة اللي ما بتنامش بيطلع لنا ليل خارجي، كأنه حلم غريب اتحشر جوه كابوس واقعي. فيلم بيشم ريحة الشوارع مش بيصورها. أحمد عبد الله هنا برضو مش بيحكي حكاية عادية، ده بيفتح لك نافذة تشوف منها المدينة وهي بتعري نفسها بالليل. في ليلة واحدة بنشوف 3 شخصيات ملهمش علاقة ببعض: مخرج تايه، سواق تاكسي عنده فلسفة غريبة في الحياة، وبنت بتشتغل فتاة ليل. الليل بيجمعهم مش بس علشان يصالحهم، علشان يوريهم نفسهم من غير أقنعة. الفيلم بيحطك جوه دايرة من الارتجال والحقيقة، الكاميرا مش بتتحرك، الكاميرا بتشارك. السيناريو سايب مساحات فاضية، بس الفاضي هنا مش نقص، الفاضي هو اللي بيخليك تسمع أنفاس المدينة، والضحك اللي بيتخنق في الزحمة، والوجوه اللي بتتبدل بين الإشارات. ليل خارجي مش مجرد فيلم عن التناقضات الطبقية أو أحلام الشباب، ده فيلم عن المسافة بين اللي احنا بنقوله واللي احنا فعلا بنعيشه، عن الليلة اللي كل واحد فينا محتاج يعديها علشان يعرف هو مين في الدنيا دي. وأخيرا بنوصل لفيلمنا الأخير في القايمة بتاعتنا، فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. المخرج خالد منصور بيقدم تجربة شكلها بسيط، بس كعادة قايمتنا جواها معنى ووجع عميق. فيلم عن العجز، عن إنك محبوس جوا دايرة ملهاش باب، لا للهرب
ولا للنجاة، وعن الأمان اللي انت موهوم بيه. رامبو هنا مش البطل الأمريكي، لا، ده كلب بلدي عادي جدا، وصاحبه حسن عصام عمر مطحون تايه ما بين رغبته في الخلاص وما بين واقع خانق بيشده لتحت. كل حاجة حوالين الشخصية معمولة كأنها سجن مفتوح، الكادر ضيق، الإضاءة خافتة، حتى الصمت فيه ليه وزن. في إحساس دايم إن الفيلم بيتنفس بصعوبة، وده مقصود لأنه بيحكي عن بلد بتتنفس بالعافية. خالد منصور استخدم الواقعية مش كأداة توثيق، لكن ككابوس، كأنك شايف الحياة من وراء إزاز مكسور وبتسأل نفسك هو فين المنفذ أصلا. وبكده تكون القايمة انتهت، وانتهت معاها حلقتنا. كل فيلم من دول ساب بصمة بجد فيك وانت بتتفرج عليه وبتفكر فيه بعد ما خلصته، وهو ده المنفذ، أو هو ده السبب الوحيد ورا السينما. كل الأفلام اللي انت مسافة ما بتشوفها بتنساها، دي ما تبقاش أفلام، دي تبقى فشار. يعني لقب سينما البوب كورن ده مش من فراغ. أتمنى من كل قلبي إن الأفلام اللي زي كده تفضل موجودة طول العمر، ونحاول نوازن ما بين كلمة السينما التجارية والسينما الفنية، اللي في الأساس أصلا الاتنين حاجة واحدة، والمفروض يكونوا مع بعض في نفس الاتجاه. مش عارف احنا ليه عاملين فاصل ما بين الاتنين، أنا مش عايز أرغي كتير في نفس الموضوع ده. لسه متكلم عنه في الحلقة اللي فاتت وعايز اتكلم عنه تاني، بس مش دلوقتي. تروحوا اتفرجوا على الحلقة واعملوا لايك واشتراك والحاجات دي كلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا هروح أنام، سلام.